هو لما راح وشاف الظلم قال لي انا مش ممكن ارجع، مش ممكن ارجع ابدا من يوم الحرس الجمهوري، يوم اتنصب التذكاري لما شاف الظلم. قال لي مش ممكن ارجع، قلت له ارجع استريح عشان نفسيتك. قال لي لا، قال لي انا شفت الظلم، لا اما هرجع بحقهم او انا هستشهد زيهم. وفعلا ربنا عز وجل صدق مع الله، وربنا عز وجل صدق معاه. فاحمد كان راجل لما سمع اول الطلق الناري لما جه يوم النصب التذكاري سابني وجري. بقول له بتجري ليه يا احمد؟ قال لي علشان يا امي سمعت طلق حي دلوقتي. قلت له يعني نعمل ايه؟ سابني وجري خطيت. عرفت من ساعتها ان احمد مش راجع تاني، ان احمد ان شاء الله هقابله بامر الله في الجنه، هقابله ان شاء الله في الجنه بامر الله وهياخد بايدي ان شاء الله رب العالمين. لان احمد كان راجل، وكل الشباب اللي في سنه كلهم رجاله، لان كلهم شفتهم بعيني يوم فض رابعه وهم اللي كانوا بيحموا الميدان. الشباب كلهم اللي كانوا في سن 15 و16 و17 اللي بنقول عليهم عيال وبنقول عليهم مش فاهمين حاجه، هم دول الرجاله اللي هم دول هيحملوا ان شاء الله رايه الاسلام، وهم دول اللي هيرفعوا ان شاء الله رايه الاسلام ان شاء الله. ابوه احمد استشهد وابوه اعتقل بذنب من غير ذنب، بذنب ان هو كان موجود في رابعه. فاحنا بنسال الله تعالى عز وجل ان هو ان شاء الله يجعلني انا وابنائي وزوجي ان شاء الله شهداء لهذا الدين ان شاء الله، ونستشهد ان شاء الله واحنا في بيت المقدس ان شاء الله، في بيت المقدس، وهنرفع رايه الاسلام. حتى لو قتلوا عيالي كلهم، انا وعيالي كلهم بننزل، وهننزل ان شاء الله لغايه اخر عيل في عيالي، هننزل لغايه ان شاء الله ما نرفع هذا الدين ويرجع الدكتور مرسي ويرجع الحق لاصحابه ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.